من وصفات البطاطس بالفراخ الحلوة جدا والمميزة، عندي هنا بطاطس وعندي فراخ فيليه متقطعة مكعبات وعليها توابل وبصل وفلفل وتوم وزبدة وجبنة موتزاريلا. وعندي هنا للبشاميل مية ولبن و3 معالق دقيق وتوابل وتوم. زبدة على النار هسيحها واحمر فيها الفراخ بتاعتي، ونزلت عليها كركم والبصل والفلفل والثوم وقلبت مع بعض وسبتهم لحد ما يتشربوا السائل بتاعها. عندي هنا نزلت كوباية اللبن على 3 معالق من الدقيق واقلبهم مع بعض لغايه ما الدقيق يستوي، وانزل عليه الميه والتوابل والزبده واحطهم على النار لغايه ما البشاميل يستوي. هنا عندي الفراخ استوت شربت الميه بتاعتها، وهنا البشاميل كمان استوى. هحمر البطاطس من كل ناحيه، وبعد كده احطها في صينيه وانزل عليها الفراخ، ونزلت جبنه وبعد كده بطاطس وانزل عليها البشاميل وادخلها الفرن. ولما تقرب تستوي اخرجها واحط عليها الجبنه وادخلها تاني. وهنا صينيه البطاطس بعد ما استوت بجد ريحتها وطعمها حلو جدا، والفراخ مستويه والجبنه بتشد والبطاطس كمان مستويه. جربوها وقولوا لي ايه رايكم، بالف هنا.